الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ماذا لو أحبك الله تبارك وتعالى في اللقاء السادس عشر؟ لو أحبك الله تبارك وتعالى لجعلك تتقن وتخشع في أهم العبادات لله بعد توحيد الله تبارك وتعالى. جعلك تتقن وتخشع في أهم العبادات، نعم، وهي أول ما يحاسب عليه العبد بين يدي الله تبارك وتعالى، وهي التي تشفع لغيرها وغيرها لا يشفع لها، وهي التي تضاعف جماعتها 27 درجة عن فرضها، إنها الصلاة والخشوع فيها. لو أحبك الله تبارك وتعالى لجعلك تتقن وتخشع في هذه الصلاة. ولم لا؟ وقد كتب الله تبارك وتعالى الفلاح والنجاح، وأكد ذلك في قرآنه سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون. من هم يا رب العالمين؟ قال: الذين هم في صلاتهم خاشعون. فكتب الله تبارك وتعالى الفلاح والنجاح لمن خشع في صلاته، ولا يكتب الله تبارك وتعالى الفلاح ولا النجاح إلا لمن يحب. قال الله تبارك وتعالى: قد أفلح، وقد حرف تحقيق، أي تحقق لهم الفوز وتحقق لهم الفلاح وتحقق لهم النجاح بسبب خشوعهم في صلاتهم لربهم تبارك وتعالى. وتأمل في حبيب قلوبنا محمد، كما أخرج الإمام مسلم رحمة الله عليه من حديث زيد بن أرقم، لأن هذا الأمر كان يشغل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يدعو به ربه تبارك وتعالى فيقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يؤكد لنا أن هذه العبادة لها شأن عظيم عند رب العالمين تبارك وتعالى، فبدون خشوع فالصلاة لا روح فيها، صلاة ناقصة. فكان النبي يسأل ربه تبارك وتعالى أن يعيذه الله من قلب لا يخشع لله تبارك وتعالى. وتأمل معي في عظيم هذا الأجر والثواب لمن خشع في صلاته. قال الحبيب النبي كما أخرج الإمام أحمد رحمة الله عليه، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ينصب وجهه سبحانه وتعالى لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. الله أكبر. إن الله تبارك وتعالى ينصب وجهه سبحانه وتعالى لوجه عبده، أي في صلاته، ما لم يلتفت. ولكن للأسف انظر إلى أحوال بعض الناس في صلاتهم، فمنهم المضيع لصلاته، ومنهم المتأخر عن صلاته، ومنهم المفرط في خشوعه لله تبارك وتعالى في صلاته. منهم المضيع في صلاته، نعم، قال الله تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ومنهم المضيع لها والمفرط فيها، أي في خشوعها. قال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: أسوأ الناس سرقة. هذا مضيع لخشوعها. قال: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: كيف يسرق من صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها. تأتي هذه الصلاة يوم القيامة كالخرقة البالية القديمة، فترمى في وجه صاحبها وتدعو عليه وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. فمن الناس من مضيع للصلاة، ومن الناس من مفرط في خشوعها، ومن الناس من هو متأخر عن وقتها. قال الله تبارك وتعالى متوعد لهؤلاء، قال سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أما من رزقه الله تبارك وتعالى المحافظة عليها، حافظ عليها في أول وقتها وخشع فيها بجوارحه وبقلبه، فقد فاز فوزا عظيما، وأحبه الله تبارك وتعالى وجعله من الفالحين الناجحين بين يدي رب العالمين تبارك وتعالى. فعلم الشيطان الرجيم أهمية هذه الصلاة وأهمية الخشوع فيها، فأراد أن يضيع الخشوع على الناس، كما أخرج الإمام مسلم رحمة الله عليه من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه وأرضاه، قال: يا رسول الله، إن الشيطان يلبس علي صلاتي، يذكرني بالدنيا وملذاتها وشهواتها. فقال الحبيب عليه الصلاة والسلام: ذاك شيطان يسمى خنزب،
فإذا تحسسته فاستعذ بالله يصرف عنك، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ثم ادفن عن يسارك 3. الشيطان عرف وعلم أن هذه العبادة هي أحب الأعمال إلى الله، ويكتب العبد بسببها من الفالحين الناجحين. لأجل ذلك جاء رجل إلى الإمام ابن حنيفة رحمة الله عليه قال: يا إمام، كان لي صرة من المال فدفنتها في أرض ونسيت مكانها. فقال له الإمام: قم بالليل في وقت السحر واركع ركعتين لله، فإذا وصلت إلى السجود فاسأل الله أن يظهر لك مكان المال. وبالفعل قام الرجل حرصا على ماله، فلما توضأ وكبر جاءه شيطان فذكره بمكان المال أول ما كبر، فما كان من هذا الرجل إلا أن تعجل في صلاته ونقر الركوع والسجود وما اطمأن في صلاته وما خشع فيها، ثم بعد أن سلم ذهب مسرعا إلى المكان فوجد المال، فأصبح مسرورا فرحا. فلقي الإمام أبو حنيفة فرآه الإمام متهلل الوجه فرحا مسرورا، فقال له الإمام: أرى في وجهك الخير، لعلك وجدت المال. قال: نعم. قال: دعوت في صلاتك؟ قال: يا إمام، حين كبرت تذكرت مكان المال. فقال الإمام: علمت أن الشيطان لا يتم عليك صلاتك. نعم، الصلاة هي عماد الدين، والصلاة هي أول ما يحاسب على العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. فعلم الشيطان بذلك فأراد أن يفسدها على الناس بقلة خشوعهم لله تبارك وتعالى، وبتأخيرهم عن وقتها، وبتخلفهم عنها بالكلية. والسؤال: كيف أصل إلى الخشوع حتى أكون من الفالحين ويحبني رب العالمين تبارك وتعالى؟ فإن أردت أن تخشع في صلاتك فهناك أسباب حتى تكتب عند الله من الفالحين ومن الفائزين الناجحين. فأول أمر تخشع بسببه في الصلاة: إياك أن تصلي وأنت حاقل للبول والغائط. يأتي بعض الناس متعجل يريد أن يصلي وهو حابس للبول والغائط، ويلبس له الشيطان أنه إذا دخل الخلاء ضيع وقتا كثيرا فيصلي، وكل همه أن ينتهي من الصلاة. هذا لا يخشع في صلاته. والنبي محمد عليه الصلاة والسلام يقول: لا صلاة، أي لا صلاة كاملة الأجر، لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، أي البول والغائط. فإن جاءك البول والغائط فادخل الخلاء، وهذا عذر عذرك الله تبارك وتعالى به، فادخل واقضي حاجتك في طمأنينة وسكينة حتى لو انتهت الصلاة، حتى لو انتهت الصلاة، إن هذا عذر. فإياك أن تصلي وأنت حاقل للبول والغائط حتى تخشع في صلاتك. الأمر الثاني: إن كبرت تكبيرة الإحرام عليك أن ترمي ببصرك موضع سجودك حتى تخشع في صلاتك، لأن من الناس من يرمي بصره أمامه، ومن الناس من يرمي بصره يمنة ويسرى، فهذا لا يخشع في صلاته. فإن انشغل البصر انشغل القلب. فماذا أصنع؟ تقول أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه تواضعا لله ورمى ببصره موضع سجوده، ما خالف بصره الأرض عليه الصلاة، حتى لما دخل البيت الحرام كعبة ما خالف بصره موضع سجوده عليه الصلاة والسلام. فقال جمهور الفقهاء: فموضع بصر العبد في الصلاة طيلة الصلاة موضع سجوده إلا في موضعين. التشهد الأوسط كان النبي يرمي بصره إلى أصبعه السباحة، وفي التشهد الأخير. أما وأنت واقف بصرك موضع سجودك، وأنت راكع بصرك موضع سجودك، وأنت رافع من الركوع بصرك موضع سجودك، وأنت رافع من السجود بصرك موضع سجودك، إلا في موضعين في التشهد الأوسط والتشهد الأخير كان النبي يرمي بصره إلى أصبعه السباحة، يشير بأصبعه ويرمي بصره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى أصبعه. فبصرك إن التفت إلى أمر آخر التفت القلب وضاع الخشوع منك. ثالثا: إن أردت أن تخشع في صلاتك لابد أن تتدبر فيما يقرأ عليك أو فيما تقرأه أنت. قال الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فلابد أن تتدبر ما تقرأه أو ما يقرأ عليك. فإن قرأت وأم الكتاب الحمد لله رب العالمين قال الله لك: حمدني عبدي. وإذا قلت الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى: أثنى علي عبدي. وإن قلت مالك يوم الدين قال الله تبارك وتعالى:
مجدني عبدي أو فوض الأمر إلي. وإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فنريدك أن تستشعر هذه الآيات المباركات. فإن ركعت قلت سبحان ربي العظيم، فهو العظيم في أفعاله وأقواله سبحانه وتعالى، وأنت العبد المنكسر الذليل بين يديه سبحانه وتعالى. فإذا رفعت وقلت سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، تذكر عظيم نعم الله عليك، أن من الله عليك بالصحة، ومن الله عليك بالعقل، ومن الله عليك بالأولاد والزوجة، فتقول ربنا ولك الحمد، وفي خاطرك هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى. فلا بد أن تتدبر فيما يقرأ عليك وفيما تقوله. ثم إذا سجدت وخررت سجدا لله وقلت سبحان ربي الأعلى، تذكر أنه هو الأعلى وأنت الأدنى. تذكر أن الأعلى يسمعك، ويسمع من بجوارك، ويسمع من في مكة، ويسمع من هنا ومن هناك في نفس واحد وفي وقت واحد ولو اختلفت اللغات. فسبحان ربي الأعلى. رابعا، إن أردت أن تخشع في صلاتك لا تستمر على ورد معين. فمن الناس إن صلى السنة أو صلى صلاة الظهر صلاة سرية يقرأ بالفاتحة، ثم بعد الفاتحة يقرأ بسورة الإخلاص، جيد، هذا طيب. ثم يقرأ بعد الركعة الثانية بالفاتحة يقرأ بسورة الفلق، هذا جيد. ولكن يستمر على ذلك في السنة وفي الفريضة، في السنة وفي الفريضة. هذه الصلاة لا خشوع فيها. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ مارة بالطوال، ويقرأ التارة بالمفصل، ويقرأ التارة بالقصار. تغير وتقرأ مرة بالطوال ومرة بالقصار ومرة بالمتوسط ومرة وهكذا كانت أفعال النبي عليه الصلاة والسلام حتى يخشع القلب فيما تقرأه. فإن اعتدت على آيات لا تخشع فيها إلا من رحم الله تبارك وتعالى. فأنا أريدك أن تقرأ بالفاتحة ومثلا تقرأ بسورة الفجر، تجد نفسك تتقن في هذه القراءة التي تخاف أن تخطأ فيها. تقرأ مرة بالفاتحة ثم تلحقها بسورة الأعلى بالفاتحة وتلحقها بسورة الطارق، فتخشى وتخاف أن تخطأ فيها فتتقن في صلاتك. هكذا في الركوع، إن ركعت كان النبي يقول سبحان ربي العظيم ويزيد وبحمده، حتى تخشع ويرفع ويقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أو لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد. وإن خررت سجدا كان يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام سبحان ربي الأعلى ويزيد وبحمده. فغير وزد ما زاده النبي محمد عليه الصلاة والسلام حتى تخشع في صلاتك. أخيرا، إن أردت أن تخشع في صلاتك فتذكر الموت وأنت في الصلاة، بمعنى تظن أن هذه الصلاة هي آخر صلاة لك تصليها وستفارق الحياة. كيف يكون حالك في الصلاة؟ يقول الحبيب كما جاءه رجل وقال يا رسول الله عظني وأوجز، فقال عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى صلاتك فصلي صلاة مودع، كأنها آخر صلاة لك، كأنها آخر صلاة لك. ستصلي فرض العشاء كأن العشاء تصليه وتلقى الله بعده، تصلي الفجر وكأنه بعد الفجر ستلقى الله تبارك وتعالى. فكيف يكون حالك مع الله تبارك وتعالى؟ فلا بد أن تأخذ بهذه الأسباب الخمس. إياك أن تصلي وأنت حاقن البول. ثانيا، عليك أن تتدبر فيما تقوله ويقرأ عليك. ثالثا، عليك أن لا تستمر في ورد معين. رابعا، عليك أن تذكر الموت في صلاتك. خامسا، عليك أن ترمي بصرك موضع سجودك. فإن أخذت بهذه الأسباب خشعت في صلاتك لله تبارك وتعالى كما خشع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وكما خشع أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، وكما خشع التابعين لهم بإحسان. وأضرب لك بعض الأمثلة سريعا. هذا عبد الله بن الزبير كان إذا وقف وصلى كأنه عود، ظنه الناس عود. وإذا ركع وسجد جاء الطير ووقف على رأسه ووقف على ظهره من خشوعه في الركوع والسجود. وهذا رجل من التابعين كان يصلي فسقط جزء من سقف المسجد فهاج الناس وماج الناس وعلت أصواتهم وخرج بعض الناس من الصلاة. فبعد أن انتهى من صلاتي قالوا يا فلان أما دريت؟ قال والله ما دريت. ماذا حدث؟ قالوا جزء من سقف المسجد سقط. قال والله ما دريت، إني كنت مع ربي في صلاتي.
فهؤلاء خشعت جوارحهم وقلوبهم لله. فلو أحبك الله تبارك وتعالى لجعلك من الخاشعين، لجعلك من المتقنين. لا يكن همك انتهاء الصلاة، لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. ويقول عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه يقول إذا دخل وقت الصلاة اشتقت إليها. يشتاق الرجل لأولاده في غيبتهم أو في غيبته، هكذا يقول